اخر فيديو معانا في نتيجة اللحمة الاقتصادية اللي احنا عملناها مع بعض، وطلعنا منها 4 وصفات بمكون واحد بس، وكان البرغل. ياريت لو ما شفتوش الفيديو تشوفوا يعني ترجعوا للفيديو ده. والنهاردة هنعمل البرجر والبفتيك الكداب. هنا كده انا كان معايا قطعة البرجر حمرتها وحطيت عليها يعني الجبنة بتاعة البرجر، وجبت عيش وحطيت فيه كاتشب، مايونيز، مستردة. اول حاجة احنا كتجربة اللحمة نفسها، وده اللي احنا عايزين نعرفه، اللحمة ما كشتش قوي، تمام، السمك بتاعها كويس خالص برضو، ما قلش ولا اي حاجة، وبجد بجد كان طعمها رائع. يعني مش عايزة اقول لكم كانت حلوة قد ايه. انا حطيت كده في الكايزر بتاعي البرجر والحاجات دي، بس هضيف له دلوقتي شوية خضار، بصل على فلفل على بصل وفلفل وطماطم وكده بس، ودخلته الميكروويف علشان الجبنة تسيح. وعايزة اقول لكم كانت بجد خطيرة. احنا عملنا 4 وصفات من اللحمة الاقتصادية دي، كانت كفتة الحاتي وكفتة داود باشا والبرجر والبفتيك الكداب. من كيلو لحمة واحد بس عملنا 4 كيلو لحمة. بجد وصفة اقتصادية وجميلة، لازم تجربوها. هنا كده انا كنت سارقة كنت سارقة البيبسي ده، كان ايه، كان اللي هو الفانتا او الميريندا دي من مودي، فكانت باقي حاجة بسيطة كده، قلت مش مشكلة ادلع نفسي. بصوا انا عملت ساندوتش واحد بس كده النهاردة، علشان انا بس كنت عايزة اخلص لكم في الوصفات دي وما طولش في الفيديوهات بقى، بس كنت حابة اوريكم نتيجة كل حاجة عملناها، علشان ما كنتش بضحك عليكم، وتكون فعلا الفيديو فيه مصداقية. ولو حد عايز يعملها ما يهدرش من اللحمة بتاعته خالص، ويعمل الحاجات بجد اللي عجبتنا. تمام، بجد انا ال4 وصفات كانوا احلى من بعض. بس لو للامانة انا هقول لكم، انا ممكن البرجر والبفتيك الكداب دول دايما اعملهم، وكفتة داود باشا، لكن الكفتة الحاتي لا، نخلينا في الكفتة بتاعتنا يعني بتاعت الحاتي. هنا كده كانت وصفة بقى البفتيك الكداب. انا حطيت في البفتيك الكداب ما حطيتلوش بيض في اللحمة نفسها، لان انا قلت كده كده احنا بناخد بيض في الكفر بتاعه يعني. لكن البرجر انا كنت حاطة مع البرغل واللحمة، كنت حاطة بضاية علشان تعزز القيمة الغذائية بتاعته. تمام، هنا كده البفتيك كان طالع من الفريزر وجامد. ولازم في وصفة البفتيك الكداب دي بالذات ان انتي تكوني حاطة البفتيك بتاعك في التلاجة ويكون ساقع وانتي بتستخدميه. تمام، حطيته كده في البيض، وبعد كده حطيته في الدقيق بالبقسماط بالتوابل بتاعتنا. عايزة اقول لكم حلو جدا. لو حسيتوا ان هو رقيق او اتكسر منكم، انتوا تقدروا تشكلوه تاني. تمام، يعني ما تقلقوش من الحتة دي، انتوا تقدروا تشكلوا الشكل بتاع البفتيك ده تاني عادي بايديكم وانتوا بتعملوه. تمام، لكن اهم حاجة وعلشان ما تقعوش في النقطة دي، يعني خلوا البفتيك بتاعكم يكون طالع من الفريزر وبتستخدموه على طول. ولو بعد ما عملتوا له الكفر حطيتوه في الفريزر تاني يكون افضل كمان. تمام، بجد برضو الوصفة دي كانت حلوة جدا وعجبتني جدا، ومن الوصفات اللي انا بقول لكم ان انا لو عملت الطريقة دي تاني هعمل البفتيك الكداب فيها. فياريت ترجعوا للفيديو الاصلي اللي انا عملت فيه الطريقة بالتفصيل، وطريقة ال4 وصفات كمان بالتفصيل، هتفيدكم جدا في الوقت والظروف اللي احنا فيها دي. فشوفوه كده ودعوة حلوة ليا بقى. هنا كده انا كنت بحطه في البيض الاول، وبعد كده بحطه في الدقيق والبقسماط، او عايزين تحطوه في الدقيق بس بقسماط بس، حسب ما انتوا عايزين وحسب اللي عندكم. وبعد كده هنقليه طبعا في زيت غزير كده على درجة حرارة عالية، وبعد كده بنهدي النار حاجة بسيطة بس، وبيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ممتاز جدا جدا جدا. كنت عاملة بقى جنبيه كده سلطة وطحينة،
والحاجات الحاجات الحلوة كده اللي بناكلها جنبها. صباح الخير، تعالى.